السلام عليكم. اليوم غنديرو الدجاج مقلي بالبصله وغنديروه بالزيتون والحامض وغنزوقوه بالبيض واللوز. هاد الوصفه سريعه وسهله كيجي مدغمر. غنعطيكم الاسرار ديالو باش كيجي لذيذ وكيوجد لينا بسرعه. انا عندي هنا واحد الدجاجه كبيره، اللي بغى يدير دجاجه كامله او لا يدير جوج دجاجات او لا يدير غير طريفات على حسب. المهم عندنا هو المذاق. غنحتاجو في هاد الوصفه هادي واحد جوج بصلات مشلضين، واحد شويه ربيع القزبر المعدنوس، واحد جوج تومات، التوابل غنذكرها معكم، و جوج دروس ديال الثومه. غنبداو على بركه الله بالطريقه. غناخذوا الطنجره اللي غنطيبوا فيها الدجاج ديالنا. غنحتاجوا واحد معلقه السمن حار. اللي ما عندوش السمن حار يدير ما يديرش نص معلقه، يدير معلقه كبيره ديال السمن عادي. المهم انا درت واحد معلقه عندي السمن حار نيت. فغادي ندير واحد معلقه صغيره، نصها ما عامراش. غنحتاج كذلك التوابل اللي انا شفتو معايا: الملح، البزار، كنجبير، شويه التحميره، شويه التوابل ديال الدجاج. غنحتاجو كذلك القزبر المعدنوس، الثومه غادي نحكوها. غنحتاجو كذلك بزاف ديال القامه اللي خاصه بالدجاج. غنحتاجو كذلك شويه ديال القرفه، القليل منها لانها كتكحل. غناخدو الثومه ديالنا كذلك ونحكوها. وضروري ما نحكو الثومه ديالنا في الحكاكه الرقيقه. ودابا من بعد ما درنا الثومه ديالنا وحكيناها، دابا كان غادي نديرو هادشي فوق البوطه نشحروه. ضفت البصله مشلضه كيف كتشوفوا معايا. البصله بيضه، من الاحسن تكون بصله بيضه، ماشي الخضاريه، بصله عاديه. وغادي نشحروا البصله ديالنا مزيان. خلطت كلشي باش المريقه تلبس بالتوابل ديالها. دابا نشعلو على نار مهيله، نشحرو كلشي ونخليو كلشي يدوب لينا ونخليو كلشي، يعني ديك البصله طيح. صافي البصله خاصها طيح، يعني تجي متغمره، يعني ما تبقاش قاصحه. صافي الا جينا وخوينا الماء دابا طيبناه راه غيطيب الدجاج، ولكن راه البصله ما غاديش تدبال وتعطينا داك الدغميره. من بعد ما يتقلى ليا الدجاج غادي نرجعو ان شاء الله. هذا هو الدجاج ديالي من بعد ما تقلى. كيف كتشوفوا البصله طاحت، يعني ولات مذهبه، ما بقاتش شي بيضاء، ما بقات شي قاصحه. هذا هو المهم عندنا، وهذا هو السر في التغميره باش كتجينا التغميره هي هذه. دابا غنضيف الماء الكافي، يعني غندير واحد كاس كبير الماء ولا كاس ونص، يعني ما غنديرش الماء بزاف. ونغطي الدجاج، راه كيطيب بسرعه، يعني ما كيحتاجش الماء بزاف. ولا كثرتو الماء كيجي بحال المسلوق، يعني ما كيجيش الدجاج مدغمر. فانا درت واحد كاس ونص كبير ديال الماء. وغنضيف دابا الزيتون المسلاله زائد الحامض مصير. كيبقى الزيتون اختياري، النوع اللي بغيتو، والحامض كميه نتوما اللي كتحكموا فيها. من بعد ما ضفت دابا الزيتون وضفت الحامض مصير، ما بقى لي دابا غير انني
نديرها فوق البوطه، نديرها في عافيه متوسطه، ماشي مهيله وماشي مجهده باش ما يتحرقش لينا وما يطيبش. وغنغلق عليه الطنجره مزيان، ضروري ما نغلقها، وغنخليه يطيب. عاود ملي يطيب ليا غادي نكملو ان شاء الله. دابا طاب ليا الدجاج ديالي كيف كتشوفوا معايا، جا مدغمر ها نتوما كيف كتشوفوا، معلّك الصراحة ما نقولش لكم كيف جا. شهوة منه. دابا غنحطوا الطبق ديالنا وغادي نزوقوه. ودابا غادي نزوقوا الدجاج ديالنا باللوز وبالبيض مسلوق. وكيبقى تزيين اختياري، كل واحد غادي يزين المرق باش ما بغى. يعني البيض بوحدو اولا يحتفظ غير بالزيتون والحامض بوحديتو. هذا هو الطبق ديالي من بعد ما زينته باللوز مقلي وبالبيض مسلوق. صراحة كيجي رائع جدا كيف كتشوفوا معايا. صراحة كيجي زوين بزاف هاد الطبق هذا كيف شفتوا معايا وبالبساطة ديالو. وكذلك شاركت معكم جميع التفاصيل، كنتمنىكم تجربوه. كيجي رائع جدا مدغمر وكيجي كيشهي. بالنسبة للدجاج ممكن تستعملوا الكمية اللي بغيتو، كذلك بالنسبة للتزيين كذلك ممكن تستعملوا اللي بغيتو. غنقول لكم بالصحة والراحة، هاد الطبق جربوه حقا يستحق تجربة في المستوى. وكذلك مكونات بسيطة. غنشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر، ونقول لكم بالصحة والراحة.